اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنية سلامة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحة واحسن حال. مين يصدق ان فنجان القهوة التحفة ده اللي هنبدأ بيه يومنا ونظبط المزاج، وبعد كده نقوم رايحين عاملين احلى غدوة مع بعض. كل دول ممكن نعملهم بازازة مية فاضية عندنا في البيت ملهاش اي استخدام. هنعمل احلى فنجان قهوة او كابتشينو، وكمان هنعمل احلى شوية ممبار ممكن تدوقيهم بنفس الازازة. يلا تعالوا نشوف هنعمل ايه. انا امنية ودي قناتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. جبت ازازة المية المعدنية الصغيرة، حطيت فيها معلقتين من بودرة النسكافيه التلاتة في واحد او الكوفي ميكس اللي احنا كنا عاملينهم مع بعض. وبعد كده ضفت معلقة صغيرة من السكر، وحطيت شوية مية مغلية صغيرين خالص، يا دوب معلقة اكل كده مية، علشان اقدر ارج الخليط ده مع بعضه في الازازة. كده هفضل ارجه لحد ما يتحول لفوم. وكمان هنا حطيت اللبن المغلي في الفنجان اللي احنا ما بنطلعوش غير للغاليين ومفيش اغلى مننا. وبعد كده ضفت عليه كل الخليط اللي احنا عملناه في الازازه، مش هنسيب ولا نقطه. وعايزه اقول لكم انها تبقى كوبايه كابتشينو او نسكافيه زي ما انت حابه، في منتهى الجمال. طعم وريحه وقوام حاجه فوق الممتازه، عاملينه في بيتنا بايدينا. مفيش اجمل ولا اروع من كده. يا سلام بقى مع بسكوته كده بالشوكولاته، ويبقى كده احلى فطار ممكن نبدا بيه يومنا. فطرنا واتبسطنا الحمد لله. يلا نروح نعمل الغدا بتاعنا. هنا حلة على النار فيها مية بتغلي. هنزل باللحمة بتاعتي. انا ما بغسلش اللحمة طالما جايبينها من مكان احنا ضامنينه. وكمان كان عندي اللي هي العظم اللي بيبقى فيه النخاع اللي هي المواسير، ضفتها لاني بتدي للشوربة كمان طعم حلو. اول ما المية بتاعتي تبدأ تغلي، وهشيل كل الريم اللي هيطلع من اللحمة، وهضيف اي منكهات احنا بنحبها. انا ضفت بصلاية وجزراية ورق لوري وحبهان وفلفل اسود حصى، وكمان كبيبة صيني حصى. وضفت رشة من الملح ورشة من السكر، واحسبها على نار لحد ما تستوي. يلا نعمل خلطة الممبار بتاعتنا. حطيت 3 4 معالق كده او بصلاية كبيرة مفرومة على حبة من الزيت، وهقلب البصل كويس لحد ما لونه يبقى ذهبي. بعد كده هضيف معلقة كبيرة من الثوم المفروم. الثوم ده كان في الفريزر، فانا بسيبه لحد ما يفك خالص مع البصل وريحته تطلع. وبعد كده ضفت معلقة كبيرة من صلصة الطماطم زي ما انتوا شايفين، هديها تشويحتين كده. وهنزل بحوالي رتل من عصير الطماطم. بعد كده حطيت رشة من الملح ورشة من السكر. وطبعا احنا متعودين ان احنا مش هنضيف اي بهارات خالص لحد ما الطماطم بتاعتنا تتسبك. الطماطم اتسبكت، يلا نشوف هنعمل ايه. جبت طبق حطيت فيه 3 كوبايات من الرز المغسول ومتصفي من غير اي ميه. وبعد كده ضفت الحباش بتاعي او الخضره المشكله، شبت وبقدونس وكزبره. وكمان ضفت معلقتين كبار من البصل اللي احنا فرمينه، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون، كزبرة ناشفة، شوية من بهارات اللحمة. وكمان ضفت معلقتين كبار من بهارات الممبار لو متوفرة، أو بهارات المحشي. هقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وبحب كمان أضيف لها حوالي ربع كوباية من الزيت في الآخر عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل. وضفت كمان معلقة كبيرة من البابريكا، بتدي طعم ولون حلو للممبار. هنا عندنا بقى العدة بتاعتنا، عندنا الإزازة وعندنا القمع. عايز تستخدمي القمع مفيش مشكلة، عايز تستخدمي الإزازة مفيش مشكلة. بس بما إننا من الصبح ماسكين في الإزازة يبقى تكمل معانا اليوم. جبت هنا الممبار كان مغسول، عدت عليه بليمون وبملح خشن، ما نستخدمش خل خالص، وصفيته كويس من اي ميه وقطعته بالحجم المناسب. وعايزه اقول لكم ان احنا الحجم اللي احنا عايزينه في الممبار نزود عليه شويه علشان لما بيتسلق بيكش. هنا هحشي الممبار بتاعي، هسيب اول حوالي عقلة صباع من الاول والاخر زي ما انتم شايفين كده فاضية. وهخلي الرز بتاعي مبطط خالص وقليل جوه الممبار عشان ما يفرقعش. هنا هحط الرز لحد نص الممبار بس. وبعد كده هوزعه بايدي علشان يتفرد جوه الممبار كله زي ما انتم شايفين كده. نخلي بالنا على قد ما نقدر ما يكونش فيه رز على الممبار من بره او على الصينية اللي احنا شغالين فيها، علشان ما يبقاش فيه رز معجن على الممبار واحنا بنسلقه او بنحمره. خلصت الكمية بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب الابرة اللي انا مخصصاها للمطبخ اللي بخيط بيها الطيور، وهعمل كده فتحات في الممبار، كل واحدة كده فتحتين 3. ودي خطوة مهمة لو انت بتخافي ان الممبار يفرقع منك
وهو بيتسلق. حله فيها ميه بتغلي، مش هحط اكتر من رشه من الفلفل الاسود ورشه من الملح وورقتين من اللوري. مش هنحط حاجه اكتر من كده في الميه، لان الميه دي طعمها كله شكلها هيتغير بمجرد ما هنحط فيها الممبار. الميه بتاعتنا بتغلي كويس، همسك الممبار كده من الجنبين وهنزل بيه في الميه اللي بتغلي. طبعا بمجرد ما انا هنزل من الممبار، الميه بتاعتنا هتوقف خالص عن الغلوان. هنسيبها ونغطيها لحد ما الميه ترجع تغلي تاني زي الاول. زي ما انتم شايفين كده هبدأ اهدي النار، هتبقاش عالية قوي ولا هادية قوي، يعني اقل من الوسط. واهم حاجة لازم اوارب الغطا بتاع الحلة. اللحمة بتاعتنا اتسلقت خلاص، يلا نعمل لها كده خلطة جميلة وندخلها الفرن علشان تتشوى. عندي هنا فلفل اخضر حامي، فلفل اخضر بارد، طماطم وبصل وكام فص من الثوم، وكمان بشرت جزرايه، وكل البهارات اللي انا هحطها ملح وفلفل وبهارات لحمه. مش هنكتر عن كده، هنستكفي بس بطعم الخضار. هقلب اللحمه كده مع الخضار، وحطيت كمان معلقه من السمنه، وضفت نص كوبايه من الشوربه، وهدخلها الفرن تستوي وتاخد من طعم الخضار. الممبار بتاعنا استوى. عايزه اقول لكم ان بيقعد 3/4 ساعه بالظبط بيتسلق وبيكون جاهز. هنطلعه على مصفى، وبكده كان الغداء بتاعنا جاهز. وبعد كده لما نيجي نحمر الممبار، نحمره في زيت سخن على نار متوسطة، علشان برضو ممكن يفرقع مننا تاني لو احنا حمرناه في زيت بارد او في نار عالية. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. ايه رأيكم بقى؟ حبة ممبار ولحمة في منتهى الجمال، ولا الشوربة ما ينفعش نستغنى عنها، وحبة الليمون المملح اللي احنا مخللينهم في بيتنا وبإيدنا في البيت. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. اسيبكم في امان الله، مع السلامة.